توك اتحول من تطبيق مشهور ان هو للتفاهه وان الاطفال بس اللي بتستخدمه لتطبيق الحكومات بتتخانق عليه. امريكا كانت على وشك انها تحذره لولا ان ترامب مشي، وبلاد تانية زي الهند واندونيسيا وافغانستان حضروه بالفعل. حتى الصين اللي نشأ منها التطبيق نفسه عندها نسخه منه تانية خالص مختلفه خالص عن اللي عند بقيه العالم. شركات السوشيال ميديا كلها اتحولت للتيك توك او ما يسمى بتكتكه الانترنت. فيسبوك بعد ما كان كله منشورات من الصفحات اللي انت بتتابعها ومن الاصدقاء اللي عندك، بقى معتمد بشكل رئيسي على المحتوى المقترح. تويتر بقى فيه صفحه فور يو، ولو فتحت فيديو هتلاقي فيديوهات تحته زي التيك توك بالظبط. وطبعا اليوتيوب بقى فيه شورتس، والانستجرام بقى فيه ريلز، وحتى سناب شات بقى فيه سبوت لايت. حتى سبوتيفاي بقى يعرض الاغاني في شكل فيديوهات صغيره. كتاب متلازمه التيك توك لاسماعيل عرفه، الكتاب تقريبا الاول من النوع اللي بيحكي عن ظاهره التيك توك. حتى في الغرب ما فيش كتب بتتكلم عن الظاهره دي رغم انتشارها. بيتكلم على بعض الاسباب للحاجات اللي احنا قلنا عليها. وفي فيديو النهارده هتكلم على بعض النقط اللي ذكرها اسماعيل في الكتاب، بس ده لا يغني عن قراءه الكتاب باي حال من الاحوال. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. الحقيقه من ساعه ظهور التيك توك ارتباطه بالتفاهه والرقص والتحديات، والشركه عايزه تغير الصوره دي عن نفسها، وكانت بتعمل اعلانات كتير بهدف تغيير الصوره دي، ووصلت مصاريفهم تقريبا لمليار دولار في السنه. بس ده ما كانش كفايه لتغيير الصوره النمطيه للتطبيق، لحد ما جه الحدث اللي غير في تاريخ البرنامج وخلى الناس تقريبا كلها تدخله، وكمان خلى عليه تقريبا كل انواع المحتوى. الحدث ده كان الجائحه. الحقيقه ان زي ما في شركات كتير اتضرت من الجائحه لدرجه طرد موظفيها، في شركات كتير استفادت من ده، على راسها طبعا شركات السوشيال ميديا، لان الناس كانوا قاعدين في البيت. وعلى راس شركات السوشيال ميديا دي كان طبعا تيك توك. تيك توك في فتره الجائحه زادت تحميلاته بنسبه 600%، وده اعلى من بقيه تطبيقات السوشيال ميديا بكتير. وده بسبب ان تيك توك كان معروف انه تطبيق ترفيهي وكان معتمد على الفيديو، فالناس في الفتره دي اتجهوا لتحميله، بالذات بعد ما كل الانشطه الترفيهيه اتقفلت زي السينمات مثلا. وعكس الفيسبوك وتويتر اللي محتواهم بيعتمد على الكتابه، وانستجرام اللي بيعتمد على الصور، اعتماد تيك توك على الفيديو كان بيخليه مسلي اكتر وبيجذب الناس ليه اكتر، بالذات في الفتره دي. وده ينقلنا لاول سبب من اسباب نجاح التيك توك، هو انتشار فيه الفيلز فيديو او فيديوهات الفشل. لما بنشوف حادثه لا قدر الله على الطريق، بيبقى عندنا فضول ان احنا نقف ونتفرج ونعرف ايه السبب بتاعها. ولو شفنا فيديو مكتوب عليه مثلا ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفه، بيزيد فضولنا ان احنا نشوف الفيديو ده. وده لان اي شيء خارج عن النظام او غير متوقع بيخلي عندنا فضول وبنبقى عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل. نفس المبدا ده بينطبق على فيديوهات الفشل، لما واحد يتقدم لواحده مثلا وترفضه، او واحد يقع على سلم مسرح. الفيديوهات دي كانت من علامات الانترنت وزاد انتشارها مع التيك توك. لكن برضه مع ظهور التيك توك ظهر نوع تاني من انواع المحتوى اللي بينتشر، وهي فيديوهات الكرنج او الكرنج كوميدي، واللي ساهمت في ظهور بعض الافلام زي بورات مثلا، ومسلسلات زي ذا اوفيس اللي كانوا بيعتمدوا بشكل رئيسي على الكرنج كوميدي. طب هو يعني ايه كرنج اصلا؟ كلمه كرنج ملهاش ترجمه محدده في اللغه العربيه، بس ممكن تقول عليها فيديوهات سمجه. واكتر شيء بيميز الفيديوهات دي ان هي عبثيه، وما بتقدرش تحدد مدى جديه الفيديو ده. زي مثلا فيديو واحد بيقلي حبه فشار على راس واحد، او ناس بيدهنوا جسمهم بدقيق وصلصه. المحتوى الكرنجي كان سمه من سمات تيك توك من ساعه ما ظهر في 2018، بس ما كانش النوع الوحيد من انواع الفيديوهات اللي منتشره على تيك توك وقتها. نوع تاني كان منتشر على تيك توك هو فيديوهات التحديات، واللي اخذ منحنيات خطر جدا لدرجه ان كان في ناس بتموت من التحديات دي. ففي حسب موقع اسمه تيك توك ديت، في ديسمبر 2023 وصل عدد الناس اللي ماتوا من التحديات بتاعه تيك توك حوالي 120 واحد. مثلا في 2021 كان في تحدي اسمه البلاك اوت تشالنج. التحدي ده فكرته ان الواحد بيتنفس بطريقه معينه لحد ما يغمى عليه او يفقد الوعي يعني. وللاسف في ناس ماتوا وهم بيعملوا التحدي ده، منهم طفله ايطاليه عندها 10 سنين. تيك توك منع التحدي ده في 2023، بس للاسف كان الضرر خلاص حصل. وفي تقارير بتقول ان التحدي ده موت من 15 ل 20 واحد. وطبعا تحدي كيكي اللي فيه شخص بيخرج من العربيه وهي شغاله ويرقص على اغنيه والعربيه ماشيه جنبه، وطبعا ده سبب اذى ناس، منهم واحده امريكيه جالها كسر في الجمجمه وجلطات لان هي وقعت وهي خارجه من العربيه والعربيه شغاله. وامثله تانية كتير لتحديات تيك توك اللي ما بتخلص، زي مثلا طبخ الفراخ بدواء كحه، او دهان شعر الراس بصمغ، وغيرها كتير. المحتوى الكرنج اللي احنا قلنا عليه في الاول ممكن حد يقول ان هو مش مشكله طالما مش بيأذي حد، بس الحقيقه ان الفيديوهات دي بتخلي الواحد يعمل اي حاجه علشان يتشهر، بالذات ان ده روح منصه تيك توك وبتروج دي بشكل دائم. زي ان تيك توك الراجل كبير امريكي بيقول ان هو بيطلع يحط ميك اب وبيستمتع ان الناس كلها بتطلع تشتمه لان ده بيديله شهره. لو كان تيك توك مش بيروج للحاجات دي كان عمرها ما تنتشر. فتيك توك زيه زي بقيه السوشيال ميديا ما فيهوش قيم او اخلاق، وهدف المشاهدات وبس. بس الفرق الكبير بين تيك توك وبقيه السوشيال ميديا ان تيك توك منصه فيديوهات بس، فده ادى لزياده فيديوهات الكرنج وبقت تتشاف ان هي عاديه. سبب ثاني من اسباب انتشار التيك توك هو الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، او ان الواحد يبقى خايف ان حاجه تفوته يعني. سبب بشكل رئيسي ان احنا عندنا طابع ان احنا نحس ان احنا منتمين لمجتمع وما نحسش ان احنا اغراب عنه، فبنبقى عاوزين نعرف اللي حوالينا بيتكلموا في ايه وبيتكلموا ازاي. الفومو ان انت تبقى خايف ان في ترند جديد يفوتك، او تشوف ميمز ما تبقاش فاهمها. تيك توك الموضوع واصل فيه لدرجه اكبر، لان تقريبا كل يوم ترند جديد وتحدي جديد، لدرجه ان انت لو سبت تيك توك كذا يوم ورجعت تاني هتحس ان انت غريب عنه. بس هل التيك توك ملوش جوانب كويسه؟ لا، ليه جوانب كويسه. زي ما قلنا مع ظهور الجائحه تقريبا كل الناس دخلت تيك توك، فادى لانتشار محتويات متنوعه ومنها المفيد، زي مثلا هاشتاجات زي ادفايس توك اللي فيها ناس بتقول نصايح، وليرنينج توك اللي بيتكلموا فيها عن الدراسه، وبيرنت توك اللي بيتكلموا فيها عن التربيه والابوه، وهكذا. حتى ان تيك توك بقى يستخدم كمحرك بحث بدل جوجل، بسبب ان فيديوهات تيك توك بتدخل في صلب الموضوع على طول، وممكن تحل المشكله اللي انت داخل تدور عليها في ثواني، عكس يوتيوب مثلا اللي فيه مقدمات كتير. بس المشكله الاكبر في موضوع تحول المحرك بحث ده ان تيك توك فيه معلومات مضلله كتير. ففي مثلا 2022 نيوز جارد كانوا بيشوفوا ايه نسبه المحتوى المضلل اللي موجود على تيك توك، فطلع تقريبا نسبه المحتوى المضلل حوالي 20% على التطبيق. اسماعيل عرفه بيحكي بنفسه ان هو لما دخل يدور على محتوى علم نفس كان بيشوف ان في ناس كتير بتشخص نفسها بامراض نفسيه من غير ما ترجع للمختص، وكان بيشوف استخدام المصطلحات زي تراست ايشوز واي دي اتش دي في مواضيع غير محلها، او اللي اسمه كونسبت كريب، وهو ان المصطلح بيزيد نطاق استخدامه في مواضيع ما ينطبقش عليها استخدام المصطلح ده. وكتير من الاشخاص دول لما كانوا بيشخصوا نفسهم ويرجعوا للمختص كان بيطلع ان الموضوع زائف، لدرجه ان المجله
المجله الكنديه لعلم النفس قالت تقريبا ان نص المحتوى اللي على تيك توك اللي عن الاي دي اتش دي هو محتوى مضل. طب ليه بعد الاثار السلبيه اللي احنا قلنا عليها مش بنسيب التيك توك؟ الحقيقه ان بجانب ان التيك توك هو اسرع موقع في مواقع السوشيال ميديا اللي بتعرف اهتماماتها وبتعرضها قدامنا، الا ان في سببين رئيسيين هم اللي بيسببوا ادمان التيك توك. الاول هو انترميتنت دوبامين بيك او الزياده المتقطعه في الدوبامين، وده نفس السبب اللي بيخلي الناس يدمنوا الامور، ان انت بتشوف فيديوهات كتير مش بتعجبك بعد كده مره واحده فيديو يعجبك، فبيؤدي زياده للدوبامين متقطعه، فبتبقى دايما عايز تنزل وتقلب في الفيديوهات علشان توصل للفيديو اللي هيعجبك، وبتفضل في الحاله دي كتير زي القمار بالظبط. السبب الثاني هو الانستنت جراتيفيكيشن، وهي ان التيك توك بيشهر اي حد تقريبا بسرعه ومش محتاج ياخد وقت عشان ياخد مكافاه الشهره دي. السعي ورا ده بيخلي الانسان عنده استعداد يعمل اي حاجه علشان يوصل للرضا في اللحظه اللي هو فيها، او اللي اسمه انستنت جراتيفيكيشن، وان الانسان ما يبقاش عنده صبر علشان يوصل لمرحله الرضا دي، او اللي اسمها ديليد جراتيفيكيشن، لدرجه ان طلع مصطلح مشهور اسمه التيك توك مايند او عقل التيك توك. وعقل التيك توك بيتوصف بالمواصفات دي. اول صفه في عقل التيك توك ان هو مستعد يضحي باي حاجه مقابل الشهره السريعه. ثاني صفه ان هو مدمن على التيك توك ادمان زي القمار والكحوليات كده. ثالث صفه ان الاتنشن سبان او الفتره اللي بيقدر يركز فيها فتره صغيره جدا، والفتره دي بتقل كل ما الواحد يستخدم التطبيق اكتر. اخر حاجه في عقل التيك توك ان الترفيه روح المنصه، زي مثلا ان فيسبوك روح التواصل مع الاصدقاء، انستجرام مثلا روح الصور والاستعراض الدائم، وتويتر روح المناقشات، اما تيك توك فروح التفاهه والترفيه دايما. ودليل ده ان لما حد بيكون بيقدم محتوى جد على تيك توك، لما بيعمل محتوى فيه شيء من التفاهه وحد يقول له ان نوع المحتوى ده تافه، بيرد عليه يقول له ان احنا على تيك توك، يعني ده اصلا مكان التفاهه. كتاب في فصل كامل على لايفات التيك توك، بس ده عالم تاني ويخوف الصراحه، فاللي حابب يستفيد في النقطه دي يرجع للكتاب. جوانب التيك توك المظلمه اكتر من كده مذكوره في الكتاب بالتفصيل، بس هذكر بعض الامثله منها، زي مثلا تزييف الاضطرابات النفسيه. معروف ان تيك توك بيجيب فيديوهات حسب تفضيلاتك، بس لو الانسان كان مزاجه انه يضر نفسه مثلا او في حاله نفسيه سيئه، هل التيك توك هيساعده في ده؟ في 2021 صحيفه وول ستريت جورنال عمل اكونتات فيك لاطفال من 13 ل 15 سنه، وفي الاكونتات دي كانوا بيتفاعلوا بشكل عشوائي مع محتويات ضار. واحد من الحسابات دي المفروض ان الطفل عنده 13 سنه، تيك توك عرض له حوالي 569 فيديو فيها تعاطي مخدرات وفيديوهات ترويجيه لبيع المخدرات. وزي ما قلت لو حد دخل على تيك توك مثلا او في حاله نفسيه مش كويسه وعنده استعداد انه يضر نفسه، هتلاقي فيديوهات بتعزز الشعور ده، بل ان في فيديوهات كتير بتشجع على الاذى بالنفس. ده غير ان دايما في تجميل للمرض النفسي وتصويره بشكل رومانسي. تاني جانب مظلم من جوانب التيك توك ان في 2020 صحيفه زي انترسبت نشرت وثيقه مسربه من تيك توك بتقول ان تيك توك بيقلل الوصول للمحتوى للناس المعاقين او اللي شكلهم مش حلو، حتى الاحياء الفقيره او الريف او كده. فده ادى دايما ان المحتوى اللي بينتشر على التيك توك يبقى بصوره معينه، ده غير الفلاتر وتحديات الجمال. ده طبعا خلى الناس اللي بيدخلوا على تيك توك ما يبقوش راضيين عن نفسهم دايما، وتشوف المحتوى الجميل ده على طول تقل ثقتهم بنفسهم وما يبقوش راضيين عن نفسهم. الصين وحرب البيانات، ترامب كان بيقول ان تيك توك ده اداه تجسس صيني، وده بسبب كم البيانات اللي بيجمعها التيك توك من المستخدمين. في 2011 في شخص طلب من فيسبوك ان يعرف ايه البيانات اللي عندهم عنه، فساعتها ادوا له سي دي في 1200 ملف بي دي اف فيها تقريبا تفصيله لكل لحظه هو بيقضيها على التطبيق. الكلام ده كان من حوالي 13 سنه، فما بالك بكم البيانات اللي بيجمعوها دلوقتي. البيانات الكتير اللي بتجمعها مواقع السوشيال ميديا علشان تستغلها في ظهور الاعلانات ادى لظهور مصطلح اسمه بيج داتا او البيانات الكبيره. الموضوع ده كان مقتصر على شركات السيليكون فالي او الشركات الامريكيه يعني زي جوجل وفيسبوك وامازون، لكن مؤخرا تيك توك دخل معاهم في جمع البيانات ده، وده كان سبب ان بعض الدول تمنعه علشان كان بيجمع بيانات بشكل غير قانوني. بالمناسبه المعلومات اللي بيجمعها تيك توك ما تزيدش عن اللي بيجمعها جوجل مثلا، ومع ذلك ما حدش قال ان جوجل تطرد من امريكا، وده بسبب ان هم ما عندهمش مشكله مع جمع البيانات، ما عندهم مشكله في اللي بيجمع البيانات وان يكون مختلف معاهم في التوجهات السياسيه. واكبر دليل على ده قصه ادوارد سنودن اللي كان شغال في وكاله الامن الامريكي، اكتشف انه بيحصل جمع غير قانوني للبيانات من الحكومه الامريكيه زي مكالمات التليفون مثلا، وان ده ما كانش بيتم عن طريق الحكومه نفسها، كان عن طريق شركات الاعلانات وشركات السوشيال ميديا. وتيك توك ما يختلفش عن ده كتير لانه بيستخدم البيانات دي في التاثير على التوجهات السياسيه، فبيوظفوا البيانات دي ان هي تعرض محتوى تغير التوجه السياسي اللي بيتفرج. موضوع ان الشركات بتستخدم البيانات علشان تغير التوجه السياسي اللي بيتفرج عليها مش شيء جديد، بل بيحصل في امريكا وبريطانيا. وتيك توك مش بيختلف عن ده لانه بيحجب المحتوى المعارض للصين مثلا زي مسلمين الايجور مثلا، او مش بيمسحها، هو بيعمل لها شادو بايننج، يعني الفيديو بيفضل موجود بس ما حدش بيشوفه. ان الاختلاف بين نسخه الصين ونسخه بقيه العالم. اولا في الصين الموقع ما اسموش تيك توك، اسمه ديون. مش مسموح للاطفال اقل من 14 سنه ان هم يدخلوا التطبيق الا لما يفعلوا التين ايج مود او وضع المراهقين، وفي الوضع ده مش مسموح له يفتح التطبيق اكتر من 40 دقيقه في اليوم، وكمان بيقفل من الساعه 10 بالليل للساعه 6 الصبح، وكمان بيقدم محتوى مفيد للفئه السنيه دي زي التجارب العلميه مثلا. والكلام ده مش مقتصر على تيك توك بس، الصين بتتحكم في مواقع السوشيال ميديا علشان تحمي الاطفال من ضرر، فكل سن تقريبا ليه محتوى معين بيتعرض، زي مثلا الاطفال الاقل من 3 سنين بيتعرض لهم بس اغاني اطفال، ومن 8 ل 12 بيتعرض الحاجه المناسبه لسنهم برضه. كمان لو الطفل اقل من 8 سنين وقت الشاشه المسموح له في اليوم بس 40 دقيقه، وبين 16 و18 ساعتين بس. كمان منع الاطفال تحت 16 سنه من البث المباشر، واللي عمرهم من 16 ل 18 ممنوع يطلعوا بث مباشر الا لما ياخدوا اذن من ابائهم. كمان ممنوع ان يتبعت لهم هدايا في السن ده. نيجي بقى للسؤال الاخير، هل المفروض تستخدم تيك توك؟ اسماعيل عرفه بيقول، والحقيقه انا بتفق معاه جدا، ان لو مفيش ضروره فبلاش السوشيال ميديا كلها. يعني لو الواحد ما عندوش شغل مثلا على السوشيال ميديا او قضيه بيكتب عنها او انتاج معين على السوشيال ميديا، فضررها هيكون اكتر من نفعها، وتحديدا تيك توك. وبس كده، سلام عليكم.